اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل كيكه التفاح اللذيذه. محتاجين ايه علشان نعمل كيكه التفاح؟ انا جبت العجين بتاعي وهبتدي احط فيه المواد السائله. اول حاجه هننزل بيها كوبايه سكر. اللي يحب يزود السكر يزود، بس انا لسه هكرمل التفاح بتاعي فهيبقى فيه نسبه سكر، فانا مش عايزه اعلي نسبه السكر في الكيكه بتاعتي. وهنحط كوبايه الا ربع زيت، وهنبتدي نضرب الخليط بتاعنا. بعد ما ضربناه كويس هننزل بالاربع بيضات، بيضه بيضه. عندنا معلقه صغيره فانيليا وعندنا معلقه بشر ليمون، هننزل بيهم. بشر الليمون كده من غير ما ناخد الماده البيضه علشان الكيك بتاعنا ما يبقاش مرر، وكمان بشر الليمون هيدي نكهه حلوه قوي وريحه حلوه للكيك. بصوا حبايبي، ضربنا كده البيض والسكر والزيت لحد ما اللون بتاعهم فتح كده واختلف. هننزل اول كوبايه لبن، وهنضرب الخليط الحلو ده برضو مع بعضه كده. وهننزل بالكوبايه الثانيه، وهننزل ادي واحد، ادي اتنين، معلقتين خل. معانا 3 كوبايات دي نخلناهم، هننزل عليهم معلقتين كبار بيكنج باودر ورشه ملح. يبقى معلقه 3 كوبايات دي نزلنا عليهم معلقتين كبار بيكنج باودر وكمان رشه ملح، وهنقلب الكلام ده مع بعض. هبتدي اضيف الدقيق بتاعي بالخليط بالراحه. وحبايبي الكيك بتاعتنا ضربت زي ما انتم شايفين كده. خلاص ما نضربهاش كتير بعد ما نحط البيكنج باودر. يلا بقى بينا دلوقتي هنكرمل التفاح بتاعنا. عندنا حطينا الطاسه على النار وفيها معلقه زبده او معلقه سمنه، ورقنا التفاح بتاعنا فيها كده مع كوبايه سكر، وكمان علشان اللون نحط كده عصره ليمونه. وهنسيب الكلام الحلو ده كده يتكرمل على النار مع بعض. ادينا ربع كده معلقه فانيليا للطعم والريحه، كمان معلقه قرفه كده نعزز بيها الطعم. قرفه مع التفاح يعني طعم ملوش حكايه. التفاح بتاعي اتكرمل ازاي وبقى جميل. خلاص شايفين الشكل واستوى. هطفي عليه بقى واقول لكم هنعمل فيه ايه. يلا بقى الصينيه بتاعتنا مغلفينها كده بماده دهنيه زيت سمنه. بصوا القوام بتاعها. هنجيب بقى التفاح بتاعنا اللي احنا مكرملينه بالشكل الجميل ده، وهنبتدي ان احنا ننزل. عايزين نحطه نرشرشه كده يبقى في الكيكه بتاعتنا كلها. عايزين يبقى متغلفه كده الكيكه، او يبقى كل حته في الكيكه فيها التفاح بتاعنا اللي احنا مكرملينه. عرفتوا انا ما زودتش سكر ليه؟ شايفين الشكل الجميل بتاعنا ده. وعندي بقى اي مكسرات. انا جبت سوداني اللي انتوا تحبوه. انا معايا سوداني، حبيت احط سوداني النهارده. انتوا تحبوا تحطوا اي مكسرات، لوز، فستق، اي حاجه انتوا تحبوها نحطها على الوش كده، هتدينا قرمشه كده، هتبقى كريسبي. هندخل الكلام الحلو بتاعنا ده على فرن درجه حرارته 180. اذا درجه حراره الفرن بتاعتك عاليه خليها 170 حلوه، وانت سويتي عليها قبل كده وجربتيها ان هنسويها على 180. مش هنفتح فرن البوتاجاز الا لما يمر 35 دقيقه بالظبط، قبل كده مش هنفتحه. ولما تمر 35 دقيقه بعصايه خل او سكينه رفيعه هنختبرها ونشوفها مع بعض هي استوت ولا لا. يلا بينا على الفرن. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. متهيألي كيكتي بتتكلم عن نفسها. شايفين الجمال، اللون والشكل والريحه والطعم كمان هيبقى في منتهى الجمال. وصفه جميله وفي منتهى الجمال. تعالوا مع بعض كده نفتح
ونشوف جمالها من جوه. شوف جمالها كده شكله ايه. الله، بصوا الكيكه، بصوا انا نازله فيها هشه ازاي وجميله. يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده. بصوا جمالها. تعالوا بقى نطلع كده بقطعه. بصوا الجمال، بصوا الهياشان والطراوه، بصوا الطراوه بتاعتها، بصوا التفاح والسوداني والكرمله اللي هي فيها. بصوا جمالها. ومن هنا تعالوا كده على الطبق. بصوا الجمال بتاعها، بصوا مفيش احلى ولا اجمل من كده. والطعم حكايه. بصوا بصوا بتتقطع ازاي، جميله في منتهى الجمال وطعمها حكايه. جربوا الوصفه صدقوني هتعجبكم. بصوا التفاح المكرمل من جوه، بصوا شكله ايه التفاح المكرمل، حاجه كده في منتهى الجمال زي هنا في البيت بايدينا لاولادنا. احب اعرف رايكم في الوصفه، يا ريت تجربوها وتقولوا لي طعمها ايه، وتقولوا لي عجبتكم ولا لا. ويا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس، وتتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن، وتابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي لكم.